الأهلي للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية، للمرة الثامنة. شفت؟ وفي فرق تانية كانت بتشارك في كأس لوسيل. والله الله يكون في عونك، والله الله يكون في ناس كتير. كل اللي بيفشل في الأهلي يا عيني ربنا، إرادة ربنا. مهما تعمل إرادة ربنا يا عم، إرادة ربنا فوق إرادة أي حد. مهما تحاولوا تطفوا الشمس مش هتقدروا. الأهلي يا عم كبير أفريقيا يا عم وكبير العالم كله والله. الأهلي كبير بأساطيره. بص كده أساطير الأهلي وأساطير الزمالك، بص كده كويس. دوكهم بيقولوا كلام في منتهى قلة الأدب. أكثرهم احتراما اللي ما بيسيبش الدين، يقول أي حاجة تانية بس ما يسيبش الدين، ده المحترم عنه. بص كده الأساطير الأهلي، بص كده الخطيب تسمع منه كلمة يتشتم وما يردش، الزمن اللي بيرد. بص كده حسن حمدي يتشتم وما يردش، هو الأهلي كده ما بيردش. بص كده ماهر همام، بص كده زكريا رامز، بص كده اي حد من الاهلي، بص كده كويس هتلاقي فرق كبير، والله فرق كبير قوي للي بيشوف، للي عايز يشوف. باين واضح في نادي لقله الادب، وفي نادي الاحترام والسمو والاخلاق العاليه. في نادي محترم رياضيا. بص كده كل بتوع الزمالك على كل القنوات، ده الاهلي ده الاهلي يا راجل. ده مورينيو في اول ما جه والله العظيم الاعلام ده بقى مضحك. اتصلوا برئيس بوليفيا ورئيس الحي الاول في بوليفيا ورئيس مركز مدينه بوليفيا والسفير البوليفي في القاهره والسفير البوليفي في فرنسا وكل من له يحمل طابع البوليفيه، واي حد ينطق باللغه البوليفيه اتصلوا عليه يشوفوه. هو صفقه الاهلي فاشله، بيقولوا فاشل وفاشل وصفقه فاشله واهدار للمال العام وحاجات. اتكسفوا، اخزوا. يا انتوا بتحاربوا الناجح يا اغبياء. عندك قوه ناعمه زي النادي الاهلي تحاربوا؟ قويه يا اهبل، قووه. قوه ناعمه جامده، اساطيره محترمه رافعين راسكم، وجماهيره محترمه رافعين راسكم، وجماهيره لما تحب تحط على اي حد بتنهيه. ولكم عبره في محمود علاء، ولكم عبره قبل كده في تشميسه مجدي النجاز. ده احنا مجدي النجاز عملنا له اغنيه سلمنا على ظهر النجاز. انت فما تحطوش الاهلي في دماغكم، الاهلي حاجه عاليه قوي. بص كده لو قلت لك كده، بص شوف الادب، شوف الرقي، شوف الاخلاق. طب بص كده محمود الخطيب وادبه، هات لي واحد وحش يا راجل. عارف الوحش مين؟ مجدي عبد الغني هو ومصطفى يونس. والاهلي لفظه. الاهلي بيلفظ اللي مش مؤدب، اللي يعني اللي مش كويسين، اللي مش شبهنا، اللي مش تبعنا، اللي مش مننا. اللي شبهكم بيروحوا لكم، هم شبهكم بتوع، واحنا غير يعني بنبعتهم لكم غير اسفين عليهم. الف مبروك للجماهير النادي الاهلي المشاركه للمره الثامنه. وكأن الواد برونو سافيو دي في حاجه لله. اول ما سالوا برونو سافيو قبل كده جاي الاهلي ليه، قال نفسي اشارك في كاس العالم للانديه. مكتوبه لك يا ابن الحاج سافيو، مكتوبه لك يا ابن الحاج سافيو هتشارك في كاس العالم للانديه. والله مكتوبه لك يا ابن الحاج سافيو.